بتسأل ابني في مركز تخاطب، اعرف ازاي ان ابني بيتحسن في المركز وافضل في المركز واستمر؟ طيب مبدئيا كده لازم نعرف ان المركز او الاخصائي اللي شغال مع الطفل هو مش ساحر. يعني بعد يومين ثلاثه او اسبوع او 10 ايام او اسبوعين انك هتشوف نتيجه بسرعه. لا، ده جلسات وبرنامج بيتحط وليه مده معينه، و- وده بتشتغلي على متغير نفسي. يعني ما بتشتغليش مثلا على كورس علاجي فبعد اسبوعين فهتظهر، لا، ده النتيجه بتيجي بالاستمراريه وبالجلسات. الحاجه الثانيه لازم نفرق ما بين طفل والتاني. يعني بمعنى ايه؟ ان الحالات دي مفيش طفل زي التاني، مفيش حاله زي التانيه. مفيش طفل اتحسن فمستنيه بنفس في مده معينه، فمستنيه الطفل ده هو طفل تاني يتحسن بنفس المده. ممكن يتحسن قبل منه، ممكن يتحسن بعد مده معينه، لان الاطفال دي بصمه. كل طفل ليه خصائصه وسماته النفسيه وقدراته العقليه اللي هي عن طريقها الطفل بيتحسن. وتوقف برضه على شطاره الاخصائي. وفي نفس الوقت لازم نفرق ما بين مشكله ومشكله. ما ينفعش مثلا نقول طفل عنده توحد هيتحسن في نفس المده طفل عنده تاخر لغوي، او طفل مثلا عنده اعاقه او مشكله دايمه زي طفل الداون، او طفل توحد، او طفل عنده اعاقه سمعيه هيتحسن نفس مده الطفل اللي هو عنده مثلا تاخر لغوي بسيط او لدغات او مشكله تعليميه. فلو الطفل مثلا حالته شديده، ده برنامج فردي ممكن ياخد مثلا من سنه لسنه ونص على حسب برضه قدراته. في طفل تاني برنامج متوسط، فممكن البرنامج الفردي بتاعه ياخد مثلا من 9 شهور لسنه. في طفل تاني برنامجه مثلا اقل متوسط، ياخد من 6 شهور ل 9 شهور. في برنامج تاني طفل حالته مثلا بسيطه ياخد من 3 شهور ل 4 شهور 6 شهور. فمعنى كده ان البرنامج الفردي اللي اتحط للطفل ده بيتوقف على التشخيص الصح، على التقييم الصح، على نقاط القوه والضعف الطفل اللي واقع فيها، وعلى اساسه هو يتعمل برنامج. وفي نفس الوقت بيتوقف على متابعه الاسره ومتابعه البيت مع الاخصائي ومع المركز، متابعه باستمراريه، متابعه دوريه، متابعه كل اسبوع، كل اسبوعين، او كل شهر، على حسب حاله الطفل وعلى حسب سيستم المكان وعلى حسب التقارير الشهريه اللي بتطلع لكل طفل. لو جيت مثلا بعد القواعد اللي قلتها دي كلها، في طفل مثلا في مده معينه ما تحسنش من 3 4 شهور زي ما قلنا، مفيش نتيجه، اي نتيجه تحسب، لازم اراجع مع المختص وراجع مع المسؤول، مش الاخصائي بس، او ابص على الطفل بس، لا، اراجع مع المختص او المسؤول، اشوف الخلل فين، الطفل ما بيتحسنش ليه. لازم افهم منه واعرف هو ما بيتحسنش ليه. هل هو هل الطفل حالته صعبه، هل حالته متوسطه، هل انا ازود جلسات، هل المختص ده شايف ايه. طب لو احنا قلنا لو الطفل بعد 6 شهور، على حسب حالته، بعد 6 شهور مفيش اي نتيجه تذكر، حتى لو انتباه وتركيز او ادراك او فهم او تقليد بسيط، لازم انا هنا قلت لازم اراجع مع المختص واشوف مبرراته. لو مبرراته اقنعني بيها بواقع الحاله هستمر، ما اقنعنيش بواقع الحاله وانا يعني ممكن يكون حد مش ممكن تكون انت واحد وليد امر مش فاهمه او مش عارفه. لو فهمتي واقريتي بالواقع الحاله استمري، ما اقنعكيش خدي بعضك وامشي من المركز، شوفي مركز تاني. وده مش معنى كده ان ممكن يكون المركز ده وحش، لا، ممكن يكون حالة الطفل صعبة فمش عارف يجيب معاه نتيجة،